السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. مع بعض بنستكمل حل. دلوقتي إحنا في page 38 number 24 I. لما نيجي نتفرج على الإكزامبل اللي قدامنا ده، بيقول لي أنا عايز الإيكوفالنت ريزيستنس. حاضر. هنا هنستخدم البوينت ميثود. طبعا أول ما أشوف المنظر complicated وألاقي فيه واير عامل كونكشن ما بين different points، فيبقى أحسن طريقة عندي هي إن أستخدم البوينت ميثود. كويس. طيب بصوا كده، لو إحنا قلنا إحنا هنخش من النقطة دي، فهسمي النقطة المدخل بتاعي هسميها نقطة 1. أوكي. يعدي سلك تبقى هنا دي زيها 1، لأن ما حصلش consumption of voltage. كويس. طبعا في أول حاجة أنا نسيت أقولها، إحنا محتاجين إن إحنا نجعلص النودز. أدي النود أهي، وأدي النود دي، وأدي النود دي. كويس. لو دي 1 عدى الكرنت جوه الريزيستور فيبقى دي 2، ونرجع هنا ادي واير فتبقى هنا دي 2 هي كمان. تمام. بصوا كده، لما الكرنت دخل من هنا لقى هو بام 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 بام. اوكي زي الفل. يبقى اصبح عندي just 2 points، فهنقول ايه طالما معايا 2 points؟ هعمل point 1، point 1 و point 2، وبعدين عندي ريزيستور 4 ohm ما بين 1 و 2، وعندي another resistor 8 ohms، وعندي another resistor 8 ohms. خلاص. ممكن بسرعة كده في عجالة نقول ال 8 وال 8 connected in parallel تبقى 4 ohms، 4 و 4 connected in parallel، يبقى أقدر أقول finally إن ال R total بتساوي R total سوري، ال R total equals 2 ohms. فيبقى عندنا ال equivalent resistance هنا ب 2 ohms. اوكي. طيب ما تيجي نتفرج على الاكزامبل ده. هنا برضو نفس القصة. اللي حاصل هنا ان انا عندي واير وعندي واير فاضي في النص كده، فعمل لي disturbance. طيب تعالوا مع بعض نفكر. لو احنا الاول خلونا نعمل ايه، نجعلص النودز. ادي نودة، وادي نودة، وادي نودة، وادي نودة، وادي نودة. وبيقول لي انا عايز الايكوفالنت ريزيستنس بين A and B. طب تعالوا، اول حاجة يبقى انا هخش من عند نقطة A، فهسمي نقطة A 1. تعالوا بقى عشان هنا في تريكاية. كويس. هنا انا قدامي ادي 1، وقدامي دي سكة 2 3. تعالوا لو سميت دي 2، النقطة دي سميتها 2، فبالأمر دي هتتسمى 2، ودي هتتسمى 2، يبقى دي هتتسمى 3. هنا عندي مشكلة. ليه؟ أنا عايز المخرج يبقى أكبر تسمية، أكبر مسمى. أنا عرفت إن عندي 3 مسميات، فما ينفعش إن بي أسميها 2 لأن أنا هخرج من هنا، فالمفروض تتسمى بأكبر تسمية. طب حلو. طب إيه رأيكم نسمي دي 1 ثم دي 2؟ بالأمر دي هتاخد 2، ودي 2 تبقى هنا 3، برضه نفس الغلطة. يبقى ملهاش حل غير الآتي. بص يا سيدي، إن إحنا هنعمل إيه بقى؟ دي 1 تبقى هنا دي 2، أصبحت دي 3 اللي هي دي 3 اللي هي دي 3. أصبح دلوقتي عندي 3 بوينتس. أدي 1 2 3. كويس. مع بعض بقى ما بين 1 و 2، الأول نسميهم أدي 1 أدي 2 أدي 3. ما بين 1 و 2 18 أومز، أشطب عليها عشان ما انساش إن أنا خدتها. ما بين 2 و 3 في عندي ادي 9 و9 و9، 3 9. ادي 9 اومز، ادي 9 اومز، ادي 9 اومز، 9 و9 و9، 3 9 ما بين ال1 وال3. سوري 2 و3. طيب ما بين ال1 وال3 في 21 اومز و21 اومز. طب تعالى كده وليكن ما بين ال1 وال3 21 اومز، وهنا 21 اومز. تعال
9 و9 و9 كونكتد ان بارallel، قيمة الواحدة على عددهم فتطلع ب 3 اومز. 3 و18 كونكتد ان سيريز فيبقى الارم ده 21 اومز. 21 و21 و21 كونكتد ان بارallel، قيمة الواحدة هتبقى قيمة الواحدة ب 21 على عددهم ب 3، فتطلع الايكويفالنت ريزيستنس ب 7 اومز بالشكل اللي حضرتك شايفه كده. تمام. نفس القصة هنا، اللي انا شايفه ان انا عندي واير، سلك فاضي سلك فاضي في وسط السيركت، فده ممكن يعمل لك انت ديستربنس، فبناء عليه خطواتنا الطبيعية المعتادة جعلس النودز. اوعى تنسى النود هي كل نقطة ناتجة عن intersection between three wires or more. كويس. هنا تخلي بالك من التسمية عشان لو ما خدتش بالك هتغلط. انا داخل من هنا 1، دي بالامر 1. بص، لو سميت دي 2 هتبقى دي 2 وتبقى دي 3، وهنا يبقى في غلطة. ليه؟ لأن أنا خارج من بي، فلازم تبقى أكبر تسمية وبناء عليه فهنسمي النقطة دي هنا 2، وهنسمي النقطة دي 3 عشان دي تبقى 3. شكرا كده، كل النودز اتسمت. تعالوا، أدي 1 2 3، عندي 3 بوينتس 1 2 3. جميل. تعالى لي بقى ما بين 1 و 2 في 4 اومز اهي. جميل. ما بين 2 و 3 في 3 اومز، هنشطب عليها 3 اومز. طيب، ونيجي هنا بقى ما بين 1 و 2 انا شايف 12 اومز اهي، وما بين 1 و 3 في 12 اومز. جميل. وفي ما بين 1 و 3 12 اومز كمان، وما بين 1 و 3 6 اومز. جميل. هنا بقى تعالوا واحدة واحدة. ممكن نقول ايه؟ ال 12 وال 12 connected in parallel تبقى ب 6 ohms. 6 ohm و 6 ohm connected in parallel تبقى ب 3 ohms. يبقى انا في الاخر خالص بقى عندي 3 ohms. وشلت مين؟ بص كده اللي شلته 12 و12 وال 6. تعالوا لي بقى هنا ال 12 وال 4 connected in parallel product على سمار، على 4 في 1 على 4 في 4 فتطلع ب 3 ohms. كويس. يبقى الحته دي ب 3 ohms. 3 و 3 connected in series تطلع ب 6 ohms. 3 و 6 connected in parallel product على السم فتطلع بتساوي 2 ohms. فأصبحت ال equivalent resistance بتاعت الحتة دي equal 2 ohms. اوكي. تعالوا هنا نتفرج على السؤال ده. جعلص النودز يا سيدي واشتغل زي ما حضرتك متعود. الأول هنجعلص النودز. أنا داخل من هنا 1 1 1. جميل. تعالى. طيب، لو سميت دي 2 هتبقى النقطة دي 2، تبقى دي هتاخد 3 which is wrong. فيبقى إذا هنسمي النقطة دي 2 عشان دي تبقى 3 ودي 3. كده بقى عندي 3 points. أدي بوينت 1 2 3 points. ما بين 1 و 2 في 6 ohms. أوكي. ما بين 1 و 2 في 2 ohms. 2 و 3 1.5. جميل. تعالوا نغير اللون شوية. هنا بقى ما بين 1 و 3 في 9 ohms.
ما بين 1 و 3 في 18 أومز. جميل. تعالوا لي. ال 6 وال 2 connected in parallel، يبقى 6 times 2 product على السم، على 2 فيها ال 1 على 2 فوق ال 4، فتطلع ب 1.5 أومز. يبقى الأرم ده هيبقى 1.5 و 1.5. تمام. يبقى كله ب 3. كويس. تعال. ال 19، ال 9 وال 18 connected in parallel product على سمهم. طبعا 9 فيها 1، 9 فيها 3، فتطلع ب 6 أومز. يبقى إذا لما أشيل دول أحط 6 أومز. 6 و 3، بص بقى كده، ال 6 اوم وال 3 اوم they are connected in parallel، يبقى product على السم، فتطلع في الاخر خالص 2 ohms. الايكوفالنت ريزيستنس بتاعت المنظر اللي انت شايفه ده ب 2 ohms يا جميل الملامح. اوكي. السؤال ده فيه فكرة، عايزين كده نعمل لها سبورت مع بعض دلوقتي. خلينا الاول نجعلص النودز. 1 هتبقى دي 1، تبقى دي 1 بالامر، دي بقت 2. هنا بقى اللي حصل ايه؟ مبدئيا هو عايز الريزيستنس بين A and B، فخلينا واضحين A and B. خلي بالك هنا، محدش يقول لي ده المخرج، نقطة البي المخرج المفروض تاخد أكبر مسمى. طيب بس أنا بالأمر عندي لو دي 1 لازم دي تبقى 1، لازم تبقى 1 مش بمزاجي، فما ينفعش أغير المسميات هنا، فالدنيا خلاص قفلت على كده. طب كويس. أصبح الانبوت والاوتبوت they are connected with the same point. في الحالة دي تبقى دي فكرة، لما الاقي resistance الانبوت بتاعها والاوتبوت connected بنفس البوينت، فتعرف ان الايكوفالنت resistance equals zero. فهنا يبقى الايكوفالنت resistance equals zero يا باشواتنا الجمال قوي. اوكي. تعالوا هنا نسمي مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم كده ونتفرج. ادي البوينت، ادي واحد، دي هتبقى 2، فيبقى دي 2، تبقى دي 2، فاينلي هتبقى دي 3 points. يبقى إذا أنا معايا دلوقتي 3 points، أدي 1 2 3. كويس. ما بين 1 و 2 6 و 12. أوكي. فيبقى عندي ال 6 وال 12 أهم، أدي 6 ohms وأدي 12 ohms. تعالوا لي هنا ال 7 ohm دي ما بين مين؟ ما بين ال 2 وال 2. بالسلامة حبيبتي، مع السلامة يا ماما. طيب ما بين ال 2 وال 3 15 و 30 ohms، وما بين ال 1 وال 3 14 ohms. جميل. تعالى لي بقى 12 و 6 connected in parallel، يبقى product على السم، فتطلع الحتة دي ب 4 ohms. طيب 15 و 30 connected in parallel، فتطلع ب 10 ohms. أصبح الأرم اللي فوق ده، الأرم اللي فوق ده ب 14، والارم ده ب 14. 14 و 14 connected in parallel، كل سنه وحضرتك طيب، فتبقى الاجابه 7 ohms. وبكده احنا شغالين في البوينت ميثود از ويل از ان انا عندي نقطه زي ما انت شايف اهي، اللي هي النقطه او الريزيستور ال 7 ohms connected ما بين نفس النقطة 2 2، فتبقى الريزيستنس دي تتلغي، الريزيستنس نفسها، ودي الفكرة كده، يبقى بنقولها لتاني مرة معايا. في السؤال ده هو عايز equivalent resistance before closing the key و after switching on the key، يعني when the key opened when the key closed. اوكي. تعالوا مع بعض كده. لو الكي opened فالارم ده ملوش اي 60 لازمه، فاصبحت شكل السيركت 3 و 6 connected in series، تبقى الايكوفالنت ريزيستنس ب 9 ohms. طيب لما كلوز الكي بقت ال1 والواير كونكتد ان باراليل، فده جامبر واير، اشيلهم واحط بدلهم واير، بقت ال6 وال3 كونكتد ان سيريز، فتبقى الايكوفالنت ريزيستنس ب 9 ohms before and after connecting the keys or
before switching on and after switching on the key. اوكي. بصوا يا شباب، لو الكي اوبن فالارم ده ملوش اي 60 لازمه. وبعدين النقطه دي هي دي والنقطه دي هي دي، بقت الفور والفور كونكتد ان باراليل، فيبقى الايكوفالنت ريزيستنس ب 2 ohms. طب لو كلوست الكي، بقت الفور كونكتد مع جامبر واير والفور دي كونكتد مع جامبر واير. فايه اللي يحصل؟ او لو احنا عملناهم بالبوينت ميثود كده وعملناها فهتبصوا تلاقوا ايه. تعالوا نعملها بالبوينت ميثود. لو كلوست الكي، اوكي، بصوا لي، ادي 1، ده يبقى كده واصل، ادي 1، فيبقى هنا 1، تبقى دي 2، ويبقى هنا هتبقى 2. فايه اللي حصل؟ تعالى لي كده، بقى عندي نقطتين 1 و2، 1 و2 ما بينهم 4، ما بين 1 و 2 في 4. اوكي. ما بين 1 و 2 في another 4. اوكي. وما بين 1 و 2 في واير. اوبا، بقت الفور والفور والواير زي ار كونكتد ان باراليل، فده جامبر واير. فتبقى الايكوفالنت ريزيستنس في الحاله دي بزيرو، فيبقى الاجابه 2 and 0. تمام. نتفرج هنا. لو كان الكي اوبند، فيبقى الارم ده ملوش اي 60 لازمه ولا كانك شايفه. جميل. وهنا تعالوا بقى مع بعض، ادي 1، تمام. وهتبقى هنا كام؟ ده المدخل، هنا 2، فيبقى هنا 2، وتبقى فاينالي دي 3 اللي هي المخرج. عندي 1 2 3. ما بين 1 و 2، ما بين 1 و 2 في 12 ohms. اوكي، 12. ما بين 1 و 2 في 6 ohms. ما بين 2 و 3 في 12 ohms. ما بين 2 و 3 في 6 ohms. خلاص. وبعدين هل انا عندي 1 و 3؟ لا، لان هنا ده قلنا الكي اوبن. جميل، حلو قوي. 12 و6 كونكتد ان باراليل برودكت على السم، فتطلع ب 4 ohms. يبقى الحته دي ب 4 والحته دي ب 4. ال 4 ohms وال 4 ohms they are connected in series، فتبقى الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتهم 8 ohms. اصبحت الاجابه حاجه من اتنين، يا اما تبقى A يا اما تبقى C. جميل. طب لما تيجي نكلوز الكي، نعيد السؤال تاني بقى. لما نكلوز الكي 1 2، تمام، وهنا بقت 2 وهنا 3. فاللي حصل بص يا سيدي، 1 2 3، فنقدر نقول ايه؟ 12 و6 connected in parallel، وهنا 12 و6 connected in parallel. بس هيزيد عندي حاجة بقى هنا كمان، ما بين ال 1 وال 3 دخلت ال 8 ohms. أصبح هنا عندي 8. الارم اللي فوق ده احنا لسه متفقين انه ب 8 ohms. 8 و 8 connected in parallel، فتبقى الايكوفالنت ريزيستنس ب 4 ohms. الله عليك يا حبيب والديك. وبكده تبقى الاجابه لتر سي. لو كان الكي اوبند في المنظر ده، طيب يبقى انت ما انتش شايف الحته دي خالص. واحده واحده كده بقى، بص لي، اوعى تنسى. ما تيجي نجعلص النودز عشان انت بتنسى كده. ادي نوده، وادي نوده، وادي نوده. بص يا سيدي، ايه رايك؟ انا داخل بالكرنت من هنا، لقيت قدامي السكه دي والسكه دي 15 و 15 connected in series، فتبقى ب 30 ohms. 30 و 15 connected in parallel product على السم، فتطلع هنا ب 10 ohms. يبقى اصبح عندي هنا 10 ohms. كويس. فانا لو انا رسمت هنا بقى 10
ومعايا هنا 5 10 و5 connected in series فتبقى ب 15. 15 و15 connected in parallel تبقى 7.5. يبقى الإجابة انحصرت يا A يا D. خلاص. جميل. إيه اللي بيحصل بقى؟ تعالى لي بقى. لو كلوزنا الكي، تعالوا نكلوز الكي هنا اهو، ونجعلص النوتس. مفيش نوت، ماشي اوكي. ممكن معلش هنحتاج هنا عشان بس ايه مالها زعلانة من نفسها شوية. اوكي. فيبقى عندي هنا ادي 1 نودة. تمام. الاول نجعلص نود، نود، وادي نودة. جميل. خلي بالك انا خارج، انا خارج من التيرمينال بتاعتي اللي خارج منها اهي. خلاص. لو دي 1، لو خلينا دي 2 هنا، هتبقى دي 2، هتبقى دي 2. اوكي. خلاص. وكل النقاط اتسمت ادي 1، فهنسمي دي 2، فدي هتبقى 2، فدي هتبقى 2. بقت عندي نقطتين just 2 points 1 و 2. ما بين 1 و 2 في 15 ohms، ما بين 1 و 2 في 30 ohms. بص كده بقى، ما بين 2 2 في ال 5 ماتت، ما بين 1 و 2 في 15 ohms. معايا؟ اوكي كده كله اتاخد. تمام. هنا ما دي 2 2. ماشي. تعالوا لي بقى. 15 و 15 connected in parallel تطلع ب 7.5. ال 7.5 وال 30 connected in parallel فتطلع times 30 على 37.5. اوكي. فهنا هيبقى 30 times 7.5 divided by 37.5، فتطلع ال equivalent resistance ب 6 ohms. جميل. يبقى 7.5 احنا في الاول المره اللي فاتت، ومعايا هنا 6 ohms، ولا من شاف ولا من دري زي ما حضرتك شايف كده. تمام. In the opposite circuit, when the switch is closed, the equivalent resistance of the circuit decreases to half its initial value. طب اوكي. الاول ايه رايكم نجيب قيمه الريزيستنس لما الكي يبقى opened؟ اصبح دلوقتي 5 و30 و15 كونكت. بصوا الكرنت كان جاي ازاي اهو. او ممكن عارف، ممكن نمشي مع الالكترونات من فوق سهل كده. انفصل لحتتين، الارم ده لحد هنا، والارم ده. 5 و30 و15 كونكتد ان سيريز، فتطلع بكام؟ ب 50 اومز. وهنا دي ب 50 اومز، بقت 50 و 50 كونكتد ان بارallel 25. يبقى الار ايكوفالنت بتاعت السيركت دلوقتي في الحاله رقم واحد، الار ايكوفالنت بتاعت السيركت بتساوي ار بلس 25. طيب اوكي. تعالوا نكروز الكي. لما الكي يبقى بلس هيبقى عندنا ايه بقى دلوقتي؟ نتفرج مع بعض. 45 و5 they are connected in parallel برودكت على السم، فتطلع الحته اللي فوق دي ب 4.5 امبس. نرجع بقى تحت كده. عندك ايه؟ 30 و 45 سيريز، سوري 30 و 15 سيريز يبقى 45. 45 و5 connected in parallel فتطلع ب 4.5 امبس. يبقى الحته اللي تحت دي ب 4.5. الحته اللي فوق دي اللي هما الاثنين باراليل دول، والثلاثه الباراليل الاثنين دول سيريس مع دي باراليل 4.5، يبقى الحته دي تطلع ب 9 امبس. يبقى في الحاله الجديده الايكوفالنت ريزيستنس بتساوي ار بلس 9. كويس بقى. هو بيقول لك ايه؟ لما كلوز الكي الار بلس 9 هتساوي مين؟
هاف الريزيستنس في الحالة الأولانية. كويس. كروس مالتيبليكيشن بقت 2R plus 18 equals R plus 25. ودي دي هناك بقت ال R equals 7 ohms. الله عليك يا حبيب والديك يا جميل. فتبقى ال R equals 7 ohms. جميل. نتفرج مع بعض. هنا في فكرة مهمة قوي لازم تاخدوا بالكم منها. بص كده، الريزيستنس دي ب R divided by R تطلع بواحد. R divided by R فتطلع بواحد. يعني دي divided by دي بتساوي دي divided by دي. افهم من كده ايه؟ ان البوتنشال بتاع النقطة دي بيساوي البوتنشال بتاع النقطة دي، وتبقى اسمها يعني المنظر ده balanced Wheatstone bridge. كويس. يبقى انت حضرتك مش عايزك شايف الخط ده خلاص، الريزيستنس دي مش موجودة. تعال بقى اتفرج. بقت هنا بقى كرنت داخل من هنا R و R connected series ب 2 R's ب 2 R، وهنا الاثنين دول series ب 2 R. 2R و 2R connected in parallel، فالايكوفالنت ريزيستنس بتاعتهم ب R. R وما تنساش بقى دي، ها، R و R connected in parallel فتطلع بهاف R. تاني، الريزيستنس دي divided by الريزيستنس دي بتساوي الريزيستنس دي divided by الريزيستنس دي. R over R ب 1، R over R ب 1، يبقى نو كارنت بيباس في الارم ده. دي اسمها بالانسد ويت ستون بريدج. فبنعمل ايه؟ مفيش كارنت بيعدي هنا. جميل. R plus R ب 2R. R plus R ب 2R. بقت ال 2R وال 2R connected in parallel ب R. R و R connected in parallel، فيبقى الايكوفالنت ريزيستنس كلها بهاف R. يا شبابنا جميل قوي. السؤال ده بيكمل نفس الفكرة بتاع بالانسد ويت ستون بريدج. هنا بيقول لي ان نو كارنت او الاميتر ريدنج بزيرو، يعني ما فيش كارنت بيعدي هنا. يبقى معنى كده ان اصبحت المنظر اللي قدامي دي بالانسد ويت ستون بريدج. يبقى ده ديفايد باي ده بيساوي ده ديفايد باي ده. الريزيستور دي ديفايد باي الريزيستور دي ايكوال دي اوفر دي. يعني اقدر اقول مع بعض كده 4 اوفر 8 equals 6 over R. فتبقى الار بتساوي 8 times 6 divided by 4، فتطلع بتساوي 12 ohms. اوكي، فتبقى الإجابة لتر سي. هنا الرسمة دي في منتهى الإبداع والجمال على بالانسد ويت ستون بريدج. المفروض ان السؤال نمبر 29 بيديني اربع رسومات وبيقول لي انهي واحده في الريزيستور نمبر 5 نو كارنت باس. طيب تعالى اقول لك الاول، لو احنا ماشيين بالكرنت كده اسمه اي، لا قدامه عند النود دي سكتين اي 1 واي 2. كويس. الاي 1 جه اتقسم هنا اي 3 واي 4. طب والاي 2 اوف اي 5 واي 6. اصبحت الريزيستور دي مالها؟ عندها كرنت من فوق وكرنت من تحت. اول ما تلاقي نفسك في السيتويشن ده، ان انت ماشي مع الكرنت وبتعمل نودال اناليسيس، وتلاقي ان في ريزيستور جاي لها كرنت من فوق باسم وكرنت من تحت باسم تاني، وانت مغمض عينيك تفكر تكونش دي بالانسد ويت ستون بريدج. تعالى، يعني انت تقدر تشوفها ازاي؟ تقدر تشوفها بالشكل ده. بص كده، انا معايا هنا 2 ohms 2 ohms 2 ohms 2 ohms 5. أصبحت كام؟ هنا 2 over 2 ب 1 2 over 2 ب 1. أصبح في الحالة دي balanced Wheatstone bridge no current pass through the 5 ohms resistor. أوكي؟ نبص على الرسمة التانية. بص الرخامة هنا بقى، current طالع اسمه I I بقى I1 لحد النقطة دي وI2. الI2 هيلاقي قدامه سكتين I3 وI4. طيب، طب والكرنت اللي ماشي هنا لا قدامه سكتين اوبا،
واوبا يا حلاوه، اصبحت الريزيستنس ال 5 اوم داخلها كرنت مره من اليمين ومره من اليسار، وده بمسمى وده بمسمى. هنا اسال نفسي تكونش بالانسد ويت ستومبريدج، ف 6 اوفر 6 تساوي 6 اوفر 6، فمعنى كده انها فعلا بالانسد ويت ستومبريدج، فنو كرنت باس ثرو ذا 5 اوم ريزيستور. وتخلي بالكم انت هكتشف انها بالانسد ويت ستومبريدج لما تمشي مع الكرنت وتلاقي الريزيستور معينه بيخشها كرنت من ناحيتين يمين وشمال بمسميين مختلفين، فتعرف ان حضرتك واقع في خيط هل هي بالانسد ويت ستومبريدج ولا لا. تعالوا كده مع بعض، ايه رأيكم نطلع مع الكرنت اللي طالع من هنا من الباتري نسميه اي، هنا بقى اسمه اي 1. اي 1 بقى اسمه هنا اي 2، وهنا هنسميه اي 3. كويس، وتعالى لي هنا هنسميه هنا اي 4. اي 4 بقى اسمه اسمين، بص كده بقى هنا بقى اسمه ايه، اي 5 واي 6. اوبا تعالى لي كده بقى، اصبحت الريزيستور ال 5 اومز جاي لها كارنت من فوق اسمه اي 3 ومن تحت اسمه اي 6. هنا ابدا اشوف تكونش بقى بالانسد ويت ستومبريدج. بص بقى، فالكرنت هنا توزع 12 اوفر 6، والكرنت هنا توزع 12 اوفر 6، فيبقى 12 اوفر 6 ب 2 و12 اوفر 6 ب 2، فتبقى دي بالانسد ويت ستومبريدج، فنو كرنت باس ثرو ال 5 اومز. يبقى الرسمه 1 و2 و3 حتى هذه اللحظه نو كرنت باس في ال 5 اومز. نبص على الرسمه الرابعه. في الرسمة الرابعة حضرتك هنا بقى تعالى اتفرج، هنا 3 over 6 بهاف، 6 over 3 ب 2. اوبا، يبقى معنى كده دي ما هياش بالانسد ويت ستومبريدج، يبقى وانت مغمض عينك لازم يكون في كارنت بيباس في الريزيستور ال 5 اومز. ودي عشان اجيب الكارنت او عشان اشتغلها دي بيتم التعامل معاها عن طريق استخدام كريشوفز لوس. اوكي، وبكده الأمسية بتاعت النهاردة خلصت، واستنوا اللي جاي بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.